حاجه حلوه قوي في العربيه دي ان فيها اصوات الطبيعه. مثلا عندك ده ايه؟ الفورست او الغابه، البحر، اصوات البحر ممكن تشغلها. اوبن اير كافيه، وورم فاير بليس، وفيها كلاب بتهوهو، فيها قطط بتنونو. لا بهزر، كلاب ايه وقطط دي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا هيونداي كونا كهربائيه 100% بمواصفات اعلى من اللي التوكيل في مصر بينزلها. هنتكلم عن كل الاوبشنز اللي موجود في العربيه دي، عيوبها، مميزاتها، امتى تشتريها، امتى ما تشتريهاش، ادائها على الطريق عامل ازاي. العربيه دي ثمنها بعد الاستيراد الشخصي وبعد الجمارك وبعد الشحن وبعد كل المصاريف دي كلها والورق اللي هو بيتم علشان تستورد العربيه دي، ثمنها 560 الف جنيه. اللي معايا النهارده دي اعلى فئه، اول فئه من العربيه دي انت ممكن تستوردها في حدود ال 470 الف جنيه، 475 الف جنيه. تمام كده؟ اللي معايا النهارده دي اعلى فئه. هنتكلم عن كل الاوبشنز اللي فيها. طبعا الاختلاف ما بين الفئات اللي معايا النهارده والفئات اللي موجوده كلها علشان العربيه دي استيراد كوريا، فانا مش هقدر اقوله لكم، بس انا هشرح لكم النهارده ايه الاوبشنز اللي موجود في العربيه دي. اول حاجه بس هنتكلم عنها هو الموتور. 204 حصان، 395 نيوتن، دفع امامي للعجلات، وارقام التسارع الرسميه بتاعت العربيه دي بتقول ان هي بتتسارع من 0 ل 100 في 5 ثواني ونص، واحنا طبعا هنحطها تحت اختبار ونشوف العربيه دي هي هتطلع في كام ثانيه بالظبط. هيونداي كونا تعتبر ايقونه العربيات الكهرباء من شركه هيونداي. هم قالوا عليها ان دي احسن عربيه كهرباء انت ممكن تركبها. ميني اس يو في او اس يو في مدمجه، اللي هي العربيات العائليه، فيها كل حاجه انت تحتاجها، فيها اوبشنز، عوامل امان كتير. العربيه اللي معايا النهارده دي فيها حساسات اماميه، حساسات خلفيه، رادار امامي لمراقبه الطريق، نظام اسمه كيب لين اسيست، ده بيحدد لك المسار اللي في الارض، الخطوط البيضاء اللي في الارض علشان تمشي عليهم، ولما بتحاول تطلع عن مسارك هي بترجعك بس سنه بسيطه، مش زي عربيات تانية بتروح جبراك اللي هي ترجع قوي وممكن تتسبب في حوادث. فيها كاميرا اماميه على الازاز الامامي بتاع العربيه علشان تسجل اي حوادث او اي اعطال او اي حاجه موجوده في الطريق. بيميز العربيه اللي معايا النهارده ان هي فيها شاحن سريع اللي هو الدي سي. شاحن الاي سي بتاعها البطيء بيشحنها من 0 ل 100 في حدود ال8 ساعات او ال10 ساعات على حسب البطاريه بتاعت العربيه. هنقول ان هي 10 ساعات. الشحن السريع الدي سي بتاع العربيه بيشحنها في حوالي 45 دقيقه بس، وده عن تجربه انا عملتها على العربيه دي. لو انت بتتابعوني على السوشيال ميديا على فيسبوك وانستجرام. الشحنه دي بقى كلها بتمشيك كام كيلو؟ بتمشيك من 520 كيلو لغايه 530 كيلو على حسب دوسه البنزين بتاعتك انت، او على حسب دوسه الكهرباء بتاعتك انت، وممكن تمشيك اكتر من كده. كان في تحدي مع حد انا اعرفه، قلت له انا هاخد العربيه دي همشيها 700 كيلو، 700 كيلو بالشحنه الواحده ومش هشحن ولا مره. وانا اقدر اعمل كده لان العربيات الكهرباء لازم قبل ما تركب اي عربيه كهرباء او تشتريها لازم تبقى عارف ان العربيه دي بتمشي ازاي. في حاجه في العربيات الكهرباء اسمها ريجنريشن اوتو او استرجاع الطاقه المهدره. بمعنى ايه؟ ان انا لو ماشي في طريق تمام والعربيه مثلا على منزل، انا ببدا اسيب رجلي من على الاكسلريشن بتاع البنزين او من على الاكسلريشن بتاع الكهرباء، وهي العربيه بتبدا تعمل ريتشارج لنفسها، وده بيرجع كل الطاقه المهدره للعربيه وبيخليها ما تستهلكش اي حاجه خالص. انا فاكر في مره بعربيه هيونداي كهرباء برضو اللي هي كانت الايونيك، رحت مشوار 20 كيلو بالظبط ما استهلكتش ولا كيلو واحد على العداد بتاع العربيه. ف100% على حسب دوسه اكسلريشن بتاعتك انت. ابعاد العربيه اللي معايا النهارده طولها 4180 ملم، عرضها 1800، الارتفاع بتاعها من على الارض 1580 ملي، ووزنها للاسف تقيل شويه 1760 كيلو، وده وزن كبير جدا. المساحه الخلفيه بتاعت الشنطه 332 لتر، وقوه البطاريه اللي معايا النهارده 64 كيلو وات. شكل العربيه من بره زي ما انتم شايفين فيها كل حاجه زي ما قلت لك انت محتاجها. فيها ليد امامي من قدام هنا، تحت الفوانيس اللي هي الاساسيه او الاضاءه الاساسيه دي ليد برضو. الفوجات بتيجي مع الانعطاف بتاع العربيه لما بتجيب الطاره يمين او شمال هي بتشتغل اوتوماتيك، بس الفوجات هالوجين مش ليد. الجنوط اللي مع العربيه زي ما انتم شايفين هي جنوط مقفوله، ومعظم العربيات الكهرباء بتبقى جايه بجنوط مقفوله كده علشان ما بتحتاجش هواء
انت فاهم، وبرده عشان الايروداينامكس وشويه حاجات تانية كده ايه علميه يعني، بلاش ندخل فيها علشان ما نبقاش دخلنا في تفاصيل كتير. الكاوتش اللي معايا النهارده مقاسه 215 على 55، جونت سبور مقاس 17. شكل العربيه من ورا زي ما انتم شايفين، العربيه فيها فتحه سقف وفيها روف راك، فيها شويه اوبشنز حلو جدا هنتكلم فيه النهارده. اتفرجنا على شكل العربيه من قدام، خلصنا كل حاجه، تعالوا ندخل جوه العربيه نتكلم عن كل الاوبشنز، المساحات الداخليه في العربيه، وبعد كده اطلع اجربها على الطريق واقول لكم في الاخر عيوبها ومميزاتها. يلا بينا. بصوا يا جماعه، المساحات الخلفيه بتاعت العربيه دي مضايقاني ومش حلوه قوي. انا اضطريت ان انا اطلع الكرسي قدام شويه على سواقتي انا طولي 170 سم، فانا بحب ابقى مرجع الكرسي ورا شويه. اللي قصير عني شويه هيبقى مريح اللي وراه خالص، هيبقى ما فيش اي مشكله خالص. وفي حاجه سلبيه انا عايز اقول لكم عليها، الكرسي بتاع العربيه فيه بلاستيك من ورا هنا، سامعين عامل ازاي؟ وبلاستيك ناشف جدا، فلو اللي قدامي طويل طوله 185 190 ورجع الكرسي خالص على الاخر، اللي ورا هيبقى قاعد ركبه لازقه في البلاستيك. مساحه الارجل مش حلوه بصراحه، مساحه الراس كويسه معقوله، في مثلا بيني وبين السقف حوالي 10 سم بس. الخامات اللي ورا في العربيه معظمها بلاستيك، فيها جلد بس قليل. يعني ادي المساحات الخلفيه زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، مفيش فتحات تكييف خلفيه. تعالوا نطلع قدام. المساحات الاماميه للعربيه وشكل الكونسول الامامي زي ما انتم شايفين حلو جدا جدا. العربيه مديالك كل حاجه تبقى قريبه منك من ناحيه السواق، مفيش اي انانيه في الموضوع ده خالص. ليه؟ لان اللي جنبك برضو كل حاجه ليه قريبه، ما عدا طبعا زراير الفتيس. يعني الفتيس على جنب اهو زي ما انتم شايفين، هو الكوبايتين قريبه منه، سخانات وتبريد الكراسي بتاعته هو قريبه برده منه، كل حاجه برده هو عايزها قريبه. الشاشه اللي موجوده في العربيه هنا، الشاشه دي تقريبا 10 بوصه علشان هو ما فيش رقم رسمي ليها. الشاشه دي فيها كل حاجه انت عايزها، هنطلع لها دلوقتي نشوف الاوبشنز اللي فيها. في فتحه سقف زي ما انتم شايفين كهربائيه، فتحه عاديه مش بانوراما. الخامات بتاعت العربيه معظمها بلاستيك في بلاستيك، فهي دي حاجه مضايقاني في العربيه، بس بلاستيك مش من النوع الرديء، هو من النوع الكويس. تعالوا نمسك حاجه كده موجوده في العربيه. اول حاجه الطاره، مثبت السرعه ومحدد السرعه على اليمين هنا، وعلى الشمال ده اللي بيتحكم في المالتي ميديا بتاع الشاشه اللي عندنا هنا. طبعا المساحات وكل حاجه مش مختلفه عن اي عربيه. لو جينا على شكل الفتيس كده زي ما انتم شايفين، بصوا عامل ازاي. الفتايس بتاعت العربيات الكهرباء عامله زي فتايس العربيات البنزين اللي هي شيفت باي واير، اللي هو انت بتدوس زراير بس والعربيه بتمشي. الهاند بريك كهربائيه ورا هنا موجوده، كوبايتين، في سخانات وتبريد للكراسي الاماميه الاثنين اللي قدامي، في هنا درايف مود. العربيه دي فيها كومفورت وفيها ايكو وفيها سبورت، وفي هنا ده تسخين للطاره بتاعت العربيه. الطاره جلد برضو انا نسيت اقول لكم عليها. هنا في اوتو هولد للعربيه، ده اللي بيوقف العربيه في الاشارات، اللي بيخليك اللي انت بدل ما تشيل تبقى انت جايب الدي، بدل ما تشيل مثلا الفتيس من على الدي تروح جايبه على انه، او تروح جايبه مثلا على الباركنج، او ترفع على الهاند بريك، لا بتروح دايس اوتو هولد. بتدوس اوتو هولد هو بيقف، العربيه بتقف. بتدوس بنزين العربيه بتمشي لوحدها. وبعدين لما بتيجي برضو تقف في اي مكان فيه اشاره تاني، هي العربيه بيبقى عارفه ان انت هتدوس فرامل تاني، فبتروح دايس فرامل، بتروح موقفه ودايسه اوتو هولد لوحدها. دي حاجه كويسه انا اكتشفتها في العربيه دي. ده اخر زرار اللي هو السنسور بارك او الحساس الركن الانذار بتاعه يعني اللي بيشغله. مساحه التخزين اللي جنبي هنا حلوه مش وحشه، في شاحن وايرلس قدام او شاحن لاسلكي، مخرج طبعا يو اس بي والكلام ده، وفي مساحه تخزين تحت زي ما انتم شايفين كده. بصوا عاملين ازاي، مساحه تخزين حلوه. هي بس مضايقاني شويه لان انا ما بعرفش ادخل ايدي كلها، فانا لازم ادخل ايدي الثانيه علشان اجيب اي حاجه. اللي قاعد جنبي هنا هيبقى سهل ان هو يدخل ايده ويطلع ايده. اجمالا شكل العربيه زي ما انتم شايفين حلو جدا جدا من قدام، مع الهيد اب ديسبلاي اللي موجوده هنا. في نظام كشف النقط العاميه موجود في المرايات بتاعه العربيه، وفي نظام كمان مع الريفرس انا هتكلم عنه في الشاشه بتاعه العربيه. ساوند سيستم اللي موجود في العربيه دي اسمه كريل، وده من النوع المحترم جدا جدا جدا، صوته حلو قوي قوي قوي. وكان نفسي ان انا اسمعه لكم بس علشان الكوبي رايت فانا مش هينفع اعمل لكم اي حاجه فيه. تعالوا ندخل على العدادات الاول. اول حاجه نشوف الاوبشنز اللي فيها، لسته الاوبشنز، وبعد كده ندخل على الشاشه بتاعه العربيه، وبعد كده نطلع نجربها على الطريق. ادي شكل العدادات يا جماعه، جايب لك كل حاجه انت محتاجها بشكل شيك وبشكل جميل جدا. اللي في النص ده طبعا جايب لك ان هنا انت بتمشي كام كيلو او ماشي سرعتك دلوقتي على كام. اللي على الشمال هنا البي دبليو ار او التشارج ده هتكلم عنه في السواقه بتاعه العربيه. لو نيجي على اليمين، نيجي هنا لليوزر سيتنجز دي اللي موجوده، تعالوا نمسكها واحده واحده كده. ده الهيد اب ديسبلاي اللي هي اللي قدام، او اللي هي دي اللي هي فوق الطاره، تمام. ده بيجيب لك فيها ايه انت عايز، يعني عايز يبقى فيها ايه.
فاهم؟ وهنا عايزه تبقى عاليه تبقى واطيه، شايفين بشكل حلو جدا وبشكل شيك. ننزل تحت هنا، ده البرايتنس وفي شويه حاجات كده انت مش هتحتاجها. ده كل ده الاوبشنز اللي موجود في الهيد اب ديسبلاي. لو نزلنا تحت هنا ده الدرايفر اسيستنس، منع التصادم، الكيب لين اسيست، الهاي واي درايفنج، الاوتو سبيد، الدرايفر اتنشن وورنينج اللي هي اللي بيقول لك تيك ا بريك، عارفه انت ده اللي هو استشعار تعب السائق، ده بالعربي اسمه كده. اللين اسيست، فورورد كوليجن اللي انا قلت لكم عليه، منع التصادم، كل الحاجات دي كلها. تعالوا بقى على ده، انا عايز اشرحه لكم. رير كروس ترافيك كوليجن، ده لما تبقى جايب الار او تبقى جايب الريفرس بتاع العربيه، لو في حد على الشارع اللي انت فيه بعيد عنك، بيديك الارم على الشاشه بتاعه العربيه ان في حد جاي، تمام؟ وبيبدا يديك الارم وبيبدا يزمر كده، وموجود في معظم العربيات الهاينداي، وكان موجود في التوسان. ده البلايند سبوت اللي هو جهاز كشف النقط العاميه للمرايات. طبعا هنا البيبان، اللايتس، الساوند، كل الحاجات دي موجوده في معظم العربيات اللي انت تعرف تتحكم منها من خلالها هنا في الشاشه بتاعه العربيه او في الشاشه الوسطيه. تعالوا نطلع على الشاشه الرئيسيه بتاعه الميديا بتاعه العربيه، نشوف الاوبشنز اللي فيها. الشاشه دي زي ما قلت لكم هو تقريبا بتلعب في ال10 بوصه، علشان ما فيش رقم اساسي او رقم رسمي من هاينداي. في نافيجيشن، في ماب زي ما هو موجود كده، تمام؟ بس الماب ده لازم يتفعل بشريحه للاسف. تعالوا نقلب كده في العربيه. ده طبعا الفون والراديو. الدي ام بي ده بقى ده تلفزيون، بس لازم يكون فيه شريحه للعربيه للاسف. يعني تبقى قاعد مشغل كده، تجيب لنفسك القناه الاولى، تجيب لنفسك القناه الثانيه كده، تمام؟ طبعا ما فيش حد هيجيب القناه الاولى وانا القناه الثانيه اللي انا بقوله ده. دي انظمه الميديا بتاعت العربيه. لو رجعنا ورا شويه، او ايوه اللي على اليمين ده اصوات الطبيعه، تمام؟ انت ممكن تجيب اصوات البحر، ممكن مثلا تجيب ايه، ممكن تجيب اصوات المطر زي ما انتم سامعين كده. اوبن اير كافيه، مطعم مثلا او كافيه، ده اصوات انت ممكن تعملها في العربيه علشان لما تبقى قاعد في زحمه، بدل ما تبقى قاعد تتعصب مثلا، تبقى جايب الاصوات دي كلها. ده اخر صوت موجود معانا في الشاشه بتاعت العربيه. نرجع ورا بقى خالص، نقفل الصوت طب ثانيه بتاع طيب في فويس ميمو اللي هناك دي، تمام؟ انا عايز اوريها لكم. هي دي انت ممكن تسجل لحد في العربيه. تعالوا نسجل كده دلوقتي. احنا المفروض بنسجل فويس نوتس صغيره كده في العربيه من السبيكر، حلو كده؟ وممكن حد ما يشوفكش كمان وانت بتسجل. تعالوا كده بقى نقفلها، تعالوا نسمعها مع بعض. يعني هو كده بيسجل الصوت بتاعنا. لو انت عايز، تمام؟ هات التانية كده اللي فوق. على حد من احنا المفروض بنسجل فويس بس كده. لو انت بقى عايز تمسك على حد سيديهات، انت ممكن تسجله في العربيه هنا من الاخر يعني. تعالوا نبص على الاي في اللي هي اللي فوق على الشمال دي. ده طبعا بيقول لك استهلاك الكهرباء بتاعك قد ايه، الماكس رينج بتاعك، الدي سي تشارج بيشحنها في قد ايه، الاي سي، الكلام ده كله، تمام؟ نرجع ورا كده شويه، نجيب السيتنجز او السيت اب بتاع العربيه، تمام؟ فيكل، ده انظمه السواقه، الايكو، الكومفورت، السبورت. بتظبط كل نظام سواقه انت عايزه يبقى عامل ازاي. يعني الايكو يبقى التكييف بتاعه يبقى عامل ازاي، الكومفورت يبقى عامل ازاي التكييف بتاعه، السبورت يبقى عامل ازاي، والاوتو ريجنريشن بتاعه يبقى عامل ازاي. ويديك بعد ما تيجي تغير الدرايف مود يديك سيمبل اليرت ولا ديتيلد. الديتيلد اليرت دي اللي هي يقول لك انت هتغير الكاسيت، هيبقى سوري التكييف هيبقى عامل ازاي، كل حاجه هتبقى عامله ازاي، فاهم؟ ولا مش عايز الكلام ده خالص. طبعا دي رفاهيات في العربيه. البلو لينك ده حاجه زي التسلا، تمام؟ بس مش عارفين نعملها في مصر هنا لان هي لازم شريحه ولازم موضوع كده، الموضوع كبير يعني للاسف. فدي بتخليك اللي انت لو العربيه مقفول عليها من على اليمين والشمال وانت مش عارف تركب العربيه، فانت ممكن من موبايل اب صغير تطلع كل الكلام ده، تطلع العربيه بره وتخليها تتحرك لوحدها زيها زي التسلا بالظبط كده. هنقلب كده يا جماعه، ندخل على الصفحه الثانيه جنرال. ده بيقول لك السوفت وير ابديت بتاع الشاشه، تمام؟
السيستم انفو، الاستورج، الشاشه دي عامه فيها 124 زي ما هو مكتوب كده، المفروض 128 ميجا يعني، تمام، بس هو ايه الافيلبل تحت 124. طبعا الوقت والتاريخ واللغه والكلام ده. اللغه بقى هو دي حاجه من عيب العربيه، ان هي فيها انجلش وفيها كوري بس، فللاسف ما فيهاش لغه عربيه خالص. تمام كده احنا قلنا كل حاجه في الشاشه اللي معايا النهارده. تمام، اتكلمنا عن كل حاجه. في شويه اوبشنز ما اتكلمناش عنهم بسبب ان ما فيش شريحه في العربيه اللي معايا النهارده. تعالوا نطلع نجرب العربيه على الطريق، وفي الاخر اقول لكم عيوبها ومميزاتها. هيونداي كونا واحده من العربيات الكهرباء اللي قادره توصل لك متعه السواقه الرياضيه، وفي نفس الوقت مديالك احساس بنعومه العربيه وبسلاسه العربيه جوه المدينه. وطبعا مش هننسى الهدوء، في امان كتير في العربيه دي يخليها انها تبقى متربعه على عرش العربيات الكهرباء اللي في رينج من 450,000 لغايه ال 550,000 جنيه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، العربيه اللي معايا دي ثمنها 550,000 جنيه بعد الضرايب والجمارك، شامل استيراد من بره شخصي مش وكيل. ثبات العربيه حلو جدا لغايه ال 140. بعد كده انا حسيت ان العربيه بتلعب من ورا، لو انت بدات تاخد مناورات او غرز العربيه ما بقتش ثابته وما بقتش ماسكه نفسها قوي. التوجيه بتاع العربيه حلو جدا وسلس، مع اللين كيبنج اسيست او مع اللين ديبارتشر اسيست اللي موجود في العربيه، ان هو بيثبت لك العربيه على الحاره بتاعتها، وبتبدا هي تمسك حارتها ملهاش دعوه باي حاجه تاني في الطريق. وفي نفس الوقت لو انت سبت الطاره بتديك بعد 10 ثواني او 20 ثانيه بتديك الارم، زي ما هي تديني دلوقتي الارم بتقول لي كيب هاندز اون ويل، لازم تخلي ايدك على الطاره. هي هتسوق وهتوديك المكان اللي انت عايزه، وهتفضل ماشيه في اللين بتاعها او في الحاره بتاعتها زي ما هي ماشيه على الطريق دلوقتي، بس في نفس الوقت هي مش ناسيه اللي لازم ايدك تبقى على الطاره. طبعا في عربيات كهرباء غير كده، مثلا عندنا التسلا، بس الهاينداي برضو فيها حته امان شويه، انها مش هينفع اللي هي تبقى سايباك انت سايب العربيه وهي اللي تسوق لوحدها. برضو دي في الاول وفي الاخر دي آلة، دي حاجه احنا اللي بنتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فينا. الموتور اللي معايا النهارده طبعا سنجل درايف، يعني مفيش حاجه اسمها فتيس خالص، هي موتور كهرباء. تكييف العربيه ممتاز مع تبريد الكراسي اللي انا مشغله دلوقتي، مديلك احلى جو انت ممكن تبقى محتاجه في العربيه. انت مش تبقى محتاج احسن من كده بصراحه، يعني في الفئه السعريه دي انت هتلاقي دي احسن حاجه انت واخدها. وفعلا فعلا كل جنيه انت دافعه من فلوسك في عربيه مديالك كل الاوبشنز اللي انت عايزه موجود في العربيه اللي معايا النهارده دي، من بلايند سبوت، المرايات، كاميرا بتسجل لك الطريق، رادارات اماميه على الطريق، كل الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو ده هو موجود في العربيه دي. عزل الحراره بتاع العربيه دي ممتاز وكويس جدا، مفيش فيه اي مشاكل خالص خالص خالص. لو العربيه مركونه في شمس لمده ساعتين 3 ساعات هتدخل العربيه مش هتحس باي حاجه، والعوازل اللي معموله في العربيه محترمه جدا. طبعا عربيه كهرباء يعني مفيش صوت، يعني مفيش صوت موتور، مفيش اي ازعاج بيدخل لك جوه الكابينه، ودي اكتر حاجه بتميز العربيات الكهرباء. في بس حاجه انا عايز اقول لك عليها وتقريبا احنا ما كناش عارفين نصورها، العربيه دي وهي ماشيه في طرق داخليه، شوارع ضيقه، في صوت بسيط من الموتور، مزيكا بالظبط زي ما انت سمعت، مزيكا. الشركه عامله انها بتطلع مزيكا من صوت الموتور، تمام، مع دوسه البنزين، علشان ما يبقاش فيه ازعاج للناس اللي حواليك بره، مش ليك انت كده كده مفيش اي اصوات داخليه خالص. عزل الهواء مش كويس، انا بدات اسمعه من ال90 او من ال110، ودي حاجه ما عجبتنيش بصراحه في العربيه دي، بس خلي بالك انت عمرك ما هتاخد كل حاجه في عربيه انت بتشتريها. عفشه العربيه دي مايله جدا جدا للراحه، وممتازه في الشوارع المكسره، ممتازه في الطرق الغير ممهده. في الطريق اللي انا ماشي عليه دلوقتي هو ده طريق صحراوي، العربيه جميله جدا جدا جدا. اختبارات الامان لليورو انكاب، العربيه دي واخده 5 نجوم امان، و87% حمايه بلاغين، و85% حمايه اطفال، ودي حاجه طبعا كويسه جدا في العربيه اللي معايا النهارده. طيب كده احنا خلصنا معظم الحاجات اللي في العربيه، تعالوا نشوف العربيه دي هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه، التسارع بتاعها، وبعد كده ترجعوا معايا اقول لكم الخلاصه في العربيه دي. الخلاصه في هيونداي كونا انها عربيه عمليه جدا كويسه، كل عوامل الامان الاوبشنز اللي انت محتاجها. انا لما باجي ادفع فلوس في عربيه، بالذات العربيه دي علشان ثمنها نص مليون جنيه وده مش مبلغ قليل، انا لقيت كل الاوبشنز اللي انا محتاجه في العربيه دي.
في حاجات مضايقاني في العربيه زي مثلا اللين كيبنج اسيست ده، فبس دي حاجه انا هتعود عليها، لان انا قاعد وانا بكلمكم دلوقتي انا عمال اجيبها يمين وهي بتيجي شمال، يعني هي بس انا برضو بعرف اسيطر عليها، يعني مش هي اللي هتبقى مسيطره عليك. العربيه عربيه كويسه بتمشيك 550 كيلو، لو انت مسافر وعارف تمشي بالعربيه كويس ممكن تمشيك 650 كيلو و700 كيلو، وانا مش ببالغ، وهعمل لكم تجربه قريب ان شاء الله ان انا امشي بالعربيه دي كام كيلو، وانا اكاد اجزم ان انا همشي بيها 700 كيلو، وانا هعرف امشي بيها 700 كيلو لان انا عارف استهلك كهرباء ازاي مع العربيات الكهرباء بشكل بسيط. ودي ميزه لازم تبقى فيك قبل ما تشتري عربيه كهرباء. حلو كده. كل قطع الغيار بتاعت العربيه الداخليه من ناحيه العفشه دي انت هتلاقيها، وده سهل جدا، هتلاقيها موجوده وهتلاقيها فيها حاجات بتوفى عليها منها الفرامل والحاجات دي. الاجزاء الخارجيه زي الفوانيس، الاكسدامات، الرفارف، الكلام ده هي اللي ممكن تقابلك فيها مشكله بسيطه شويه، ودي انت ممكن تستوردها استيراد شخصي ومش هتبقى غاليه ولا هتدفع عليها جمارك كتير، لان معظم الحاجات الاستيراد الشخصي بيبقى جماركها مخفضه وساعات ما بيبقاش عليها جمارك خالص. تمام، اتفقنا لغايه كده. العربيه دي جميله جدا جدا. الحاجات السلبيه بس اللي انا لقيتها في العربيه دي انها بتميل شويه بعد ال 140 على المناورات، وملهاش قطع غيار خارجيه، ودي حاجه ممكن تبقى مخوفاني شويه، بس احنا ما بنحتاجش فوانيس واكسدامات كل يوم، يعني احنا مش كل صيانه دوريه بنغير الكلام ده. ميزه العربيه اللي معايا النهارده دي واكبر ميزه فيها انها ما بتاخدش فلوس خالص. هتقعد 5 سنين معاك عربيه كهرباء ما بتستهلكش غير كهرباء، بتشحنها من 0 ل 100% بحوالي 30 جنيه 40 جنيه، ده انت لو هتدفع فلوس. لكن دلوقتي المحطات الكهرباء اللي موجوده في مصر كلها مجانا 100% من غير فلوس خالص خالص خالص، وده لغايه دلوقتي. قدام هيبقى فيه اشتراكات، قدام هيبقى فيه اشتراكات، لكن هي لحد الان هي من غير فلوس. دي خلاصه تجربتي مع العربيه دي، ان انا جربتها اكتر من اسبوع تقريبا. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، استفدتم منه، قدرت اوصل لكم معلومات كامله عن العربيه اللي معايا النهارده. تقدروا تشوفوا مواصفات العربيه دي واي عربيه تانية على الويب سايت الرسمي لينا carvcars.com. انزلوا تحت في الديسكربشن هتلاقوه موجود تحت. اكتبوا لي في الكومنتات ايه العربيه الجايه اللي انتوا عايزين نعمل عنها ريفيو، سواء جديده، مستعمله، معدله، كهرباء، اختبار تسارع، اي حاجه في الدنيا. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.